ولا هو ممثل ولا لاعب مشهور، ولكنه أول مصري يتم منحه قلادة العلوم الوطنية الأمريكية اللي بتعتبر أعلى وسام أمريكي في العلوم. مصطفى السيد اتولد يوم 8 مايو سنة 1933 في محافظة الشرقية. كان أول دفعته لما اتخرج من جامعة عين شمس، واشتغل معيد بكلية العلوم. سنة 1953 قدم دكتور مصطفى للحصول على منحة للدراسة في ولاية فلوريدا، ونجح إنه يسافر للولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجة الدكتوراه. اتجوز من فتاة أمريكية وفضل إنه يكمل حياته هناك. ساهم مصطفى السيد ومجموعته البحثية في العديد من المجالات المهمة لأبحاث الكيمياء الفيزيائية. كمان هو حصل على جائزة تولمان سنة 1989 وعلى جائزة لانج مور في الفيزياء الكيميائية، وكمان على جائزة الملك فيصل الدولية في العلوم وجوائز تانية كتير. اتشخصت زوجته بسرطان الثدي وتوفت بعدها بحوالي 5 سنين، وفي الوقت ده وجه دكتور مصطفى أبحاثه لاكتشاف علاج جديد للسرطان بعد ما لاحظ إن حبيبات الذهب النانونية بتلتصق بالخلايا السرطانية وبتموتها بدرجة الحرارة العالية، وفي نفس الوقت هي ملهاش تأثير على الخلايا السليمة. التجارب دي اتعملت على حيوانات صغيرة وعينات تحت الميكروسكوب، ولسه الأبحاث شغالة لحد دلوقتي تحت إشراف ابنه. وفي سنة 2008 أقام البيت الأبيض احتفال كبير سلموا فيه الرئيس الأمريكي جورج بوش قلادة العلوم الوطنية الأمريكية لإنجازاته في مجال التكنولوجيا الدقيق. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.